السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وأحسن. أهلا بكم يا حبايبي في قناتي، قناة اخترنا لك مع نودي. يسعدني ويشرفني اشتراكك في القناة. لو انت أول مرة بتشوفيني ياريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتختاري كلمة الكل علشان أي حاجة جديدة أنزلها يوصل لكم مني إشعار بإذن الله. النهاردة إن شاء الله زي ما انتوا شايفين كده هنعمل مع بعض طريقة الشيش طاووق زي بتاعة المطاعم بالظبط، وهقولك على سر التتبيلة بتاعة المطعم وازاي يطلع معاكي باللون الذهبي ده وتبقى معاكي طرية ومستوية وتبقى الريحة بتاعتها شبه بتاعة المطاعم. وعملت جنبها رز مبهر بالكاري، هقولك برضو على الطريقة بتاعته وهعمله معاكم في الفيديو. بصي مش هتشتريها تاني من بره، اولا هي غالية ومكلفة، وممكن انتي بصدرين فرخة او بورك فرخة او بوركين تعمليها انتي في البيت، مش مكلفة خالص. وحتى لو جايلك عزومة او ضيوف على فجأة ممكن تعملي وتكفي ان شاء الله. بصي الفراخ مستوية ودايبة ازاي والتتبيلة بتاعتها خطيرة. جربيها بطريقتي، بطريقة نودي، وان شاء الله مش هتبطلي تعمليها غير بالطريقة دي. بصوا ده الرز بالكاري، الرز مستوي الحبة بحبتها. بصي مش هتشتريها تاني من بره، اوعدك ان انت مش هتشتريها تاني من بره بعد ما تشوفي طريقتها وسر التتبيله بتاعتها اللي زي بتاعه المطاعم، وازاي تطلع معاكي باللون الذهبي الجميل ده، ويكون الخضار معاكي مشوي زي ما انت شايفاه كده. بصي الطعم بتاعها والريحه خطيره. يلا مع بعض نشوف الطريقه ونشوف التتبيله بتاعتها. هنا معايا حوالي كيلو فراخ، ومعايا هنا طماطمايه حط عليها فصين توم وضربهم في الكب، ودي معلقه معجون صلصه، وهنا معايا معلقه دبس رمان، ومعايا معلقتين خل، ومعايا هنا بصلايه انا هصفيها دلوقتي، ومعايا هنا من البهارات ملح فلفل بصل بودر توم بودر، ومعايا كاري كركم بابريكا، ومعايا زنجبيل وقرفة. زنجبيل وقرفة، القرفة عشان ما بتخليش ريحة للفراخ. اول حاجة هنزل هنا بالطماطمية اللي انا ضرباها في الكبة معاها فصين توم، ولازم تكوني منعماها كويس. انا عايزة الخلطة تكون سايلة. وده معلقتين دبس الرمان، وده معلقتين خل ابيض، انا ما كانش عندي ليمون فاستبدلته بالدبس الرمان. ودي هنا معلقتين زبادي اللي هو بيتقال عليه حليب في الدول العربية، معلقتين زبادي. هنا البهارات كاري كركم بابريكا ملح فلفل قرفة زنجبيل، يبقى البهارات تاني. ومعايا هنا توم باودر بصل باودر. وهنا هجيب البصلاية بتاعتي هصفيها من المية، انا عايزة المية بس، وبعد كده هاخد البصلة هقول لكم هعمل بيها ايه. يبقى البهارات تاني كاري كركم توم باودر بصل باودر قرفة زنجبيل ملح فلفل، هي دي بس البهارات اللي انا هحتاجها. بابريكا، عندك بهارات فراخ حطيها، عايزة تزودي انت بهارات من عندك حطي، بس انا شايفة ان البهارات دي مناسبة. هنا بعد ما اخدت المية بتاعت البصلة انا مش عايزة فيها اي قطع، انا عايزة الخلطة تكون سايلة، ودي معلقة معجون صلصة. هقلب كل ده مع بعض، وبعد كده هنزل بكمية الفراخ بتاعتي. كمية الفراخ دي طبعا دي ليكي انت اللي تحدديها. وبعد كده ويا ريت كمان لو تسيبيها من بالليل، يعني لو هتعمليها تاني يوم حطيها من بالليل في التلاجة. انا هنا كنت عاملاها الصبح اول ما وديت ولادي المدارس، كنت عاملاها حوالي الساعة 8، حطيتها في التتبيلة وسبتها لحد الساعة 12 الظهر في التتبيلة بتاعتها في التلاجة. يعني كل ما بتخليها في التتبيلة قبليها او من بالليل بتبقى احسن في الطعم. هنا انا هنزل كل كمية الفراخ وبعد كده هغطيها وادخلها في التلاجة. انا سبتها حوالي 4 ساعات او 3 ساعات ونص. انت بقى لو حابة تسيبيها من بالليل بتبقى احسن طبعا. بصوا التتبيلة ريحتها بقى مش قادرة اقول لكم. انتوا طبعا متأكدين ان البهارات مع الثوم
مع كل الحاجات اللي احنا ضفناها دي مخليه ريحتها فظيعه. هي تتبيله المطاعم كده مش بيخلوا في التتبيله اي قطع، بتبقى سايله. بصي دي من عوامل برضو طعمها وعوامل ريحتها اللي بتبقى طالعه قوي، ان انت بتبيتيها في التتبيله او بتسيبيها فتره طويله في التتبيله. هنا بقى هغطيها وهدخلها التلاجة. هنا بقى بعد ما دخلتها التلاجة وعدى ساعتين، يعني كانت حوالي، هنا كانت حوالي الساعة 11:30 أو 12 تقريبا، كانت الساعة 12. هبتدي بقى أعمل أنا الرز المبهر. هنا جبت البصلة اللي أنا استخدمتها، حطيت شوية زيت وهبتدي أشوح البصلة بتاعتي، مش هرميها طبعا، خدتها هعملها للرز بالكاري. هنا هشوح البصلة بتاعتي اديها لون كده، وبعد كده هنزل عليها ببقية الحاجات اللي انتوا هتشوفوها معايا دلوقتي. يعني شغلي نفسك كده، مش تستني الحاجة. دخلتي الفراخ تتبل في التلاجة وخلاص، ميعاد الغدا شوفي ايا كان انت بتتغدي الساعة كام، ابتدي بقى اعملي في بقية الحاجات التانية. هنا نزلت بجزرة كبيرة بشراها، ومعاها هنا فلفل الوان احمر اخده نص واحدة، ومعايا هنا كاري، ومعايا كركم، ومعايا بصل بودر، توم بودر. هشوحهم كلهم مع بعض، وبعد كده هنزل بمكعب زبدة. ولما تيجي تحطي معيار الرز حطيه مظبوط، يعني حاولي تقللي منه شوية مية صغيرين، لان الجزر فيه مية والفلفل فيه مية. عشان الفلفل والجزر هينزلوا مية، فلو حطيتي كمية مية اكبر هيطلع الرز بتاعك معجن. فخلي بالك ان انت حاطه خضار بينزل ميه، خلي بالك من النقطه دي. هنا حطيت مكعب زبده وهبتدي اشوح بيه برضو الخضار اللي انا حطيته، اللي هو الجزر والفلفل. وبعد كده هنزل بكوبايه الميه بتاعتي. انا عامله كوبايه رز عادي، حطيت قصادها كوبايه ميه، وهنزل بقى بالملح بتاعي واقلبه. وبعد كده اول ما الميه تسخن هروح منزله كوبايه الرز بتاعتي، طبعا انا غسلاها بس مستنيه اول ما الميه تغلي. هنا بعد ما الميه غلت بالخضار اللي هو الجزر والفلفل، هنزل بكوبايه الرز بتاعتي اللي انا غسلاها اهي. بصي انا حطيت كوبايه رز قصادها كوبايه ميه، ما زودتش لان الجزر هينزل ميه والفلفل هينزل ميه، فكده هيخلي الرز يعجن منك. هنا بقى هسيبه على نار عاليه، اول ما يشرب الميه بتاعته هروح مهديه النار على اقل درجه عندك في البوتاجاز الخاص بيكي. هنا بقى هسيب الرز يستوي. هنا بقى بعد الفراخ ما قعدت 3 ساعات ونص في التلاجة، هبتدي بقى اجيب الخضار بتاعتي واعمل الشيش طاووق. هنا معايا فلفل، معايا بصل، معايا طماطم. هجيب بقى العصيان الخاصة بالشيش طاووق، هبتدي بقى احط بصلاية، بعد كده قطعة فراخ، بعد كده قطعة طماطم، بعد كده قطعة فراخ، بعد كده قطعة فلفل. طبعا الترتيب ده راجع ليكي انتي. ممكن تعمليها على الطاسة من فوق من على البوتاجاز، او على الجريل اللي هو بيتعمل على البوتاجاز من فوق. ممكن تدخليها الفرن زي ما انا هدخلها في الفرن. ممكن تحطيها على الشواية، لو عندك الشواية بتاعتك ممكن تحطيها على الشواية. يعني ليها كذا طريقة للتسوية، المتاح عندك اعمليه. وممكن برضو لو ما عندكيش العصيان بتاعت الشيش طاووق دي، ممكن تحطيها زي ما هي كده عادي برضو. بصي هنا بقى بعد ما رصيت الكميه كلها، جبت صاج من بتاع الفرن وحطيت ورق فويل من تحت، وجبت هنا دي اسمها ايه يا ولاد اللي هي بتستخدم للشوايه. وهنا حطيت في الصاج بتاعي شويه ميه، وحطيت في الشوايه اللي هي الماسكه بتاعت الشوايه اللي بتمسك اللحوم دي. وهنا حطيت شويه ميه وحطيت ورق لورا، وهدخلها الفرن على درجه حراره 200. وهنا بعد ما طلعت من الفرن بصوا عامله ازاي، مش قادره اقول لكم بقى على الريحه. الريحه خطيره. وهنا قدمتها على طبق الرز بالكاري او الرز المبهر، وحطيت فوقيها الشيش طاووق. بصوا التسويه عامله ازاي، انا عملتها في الفرن.
ايوه الشبكه يا ولاد، كنت حطاها في الشبكه بتاعت المشاوي افتكرت اسمها. بصوا بعد ما طلعت من الشبكه، بصوا مستويه من جوه، قلبها ابيض ازاي، وريحتها جنان. مع الرز بقى بالكاري خطيره خطيره، تنفع للعزومات، تنفع لغدا سريع، وما خدتش وقت خالص زي ما انتوا شايفين. بصوا الرز مستوي ازاي، الحبه بحبتها، مش معجن ولا اي حاجه، عشان انتي عامله المعيار بتاعه مظبوط. جنب طبق سلطه بقى، او مش محتاجه سلطه، هي فيها خضار. بجد جربوها بالطريقه دي وبالتتبيله الخطيره دي. بصوا التسويه دايبه دوب كده. بصوا الطعامه والريحه خطيره. هقطعلك واحده كمان. بصوا التسويه، حته الفرخه دايبه ومستويه وطريه كده، تتاكل اكل والله. بصوا مع الرز بقى يا سيدي، اتبعوا الخطوات واتبعوا المقادير وطريقة التتبيلة، وان شاء الله تعملوها وتطلع احسن مني. ربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. اللي وصلت معايا لحد هنا ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس، قناة اخترنا لك مع نودي. بصوا الطعامة يا ولاد بتتكلم عن نفسها، والله العظيم ما محتاجة اتكلم عنها، هي محتاجة، هي مش هي بتتكلم عن نفسها. بوريكي بصي الخضار مستوي ازاي، مشوي بقى. طعم الخضار المشوي ده مش قادرة اقولك، بيدي ريحة جنان للحاجة. فيديو النهاردة خلص، لكن فيديوهاتنا على القناة لسه ما خلصتش. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن يا حبايب قلبي، وبالهنا والشفا اللي يجرب طريقة الشيش طاووق والرز المبهر بطريقة نودي. تنسوش اللايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.